ثلاث نقط مهمين جدا الزمالك النهارده بياخدهم من المصري في بداية الدور الثاني للدوري. النهارده الزمالك كسب 4-1 في بداية الدور الثاني. واقدر اقول لك النهارده دول ثلاث نقط مهمين. لو الزمالك خد الدوري دول يمكن اهم ثلاث نقط. دي الدخلة بتاعتك بتاعت الدور الثاني، دي البداية، فمهمين جدا بالنسبة لك انك انت تبتدي وانت كسبان. انا مش عايز اتكلم في فنيات كتير ويعني الفتره دي مش عايزه كده. الفتره دي عايزه انك انت تبقى واقف ورا الفرقه والكلام ده كله. بس انا في نقطتين مهمين جدا لازم يتقالوا. ما ينفعش يتعدى كده الماتش ده غير لما لازم يتقالوا. الحاجه الاولانيه، تلت ال 18 عندك في مشكله، اللي هو الوقفه بتاعت لعيب رقم 6 الديفندر، سواء كنت بتلعب بديفندر واحد او اتنين ديفندرات. الحته دي فيها مشكله. ما في الحته دي ما عندكش ضغط فيها خالص. ما حدش بيضغط في الحته دي خالص. انا النهارده لا احمد ربيع ولا عبد الله السعيد ولا فتوح، مع احترامي للنواحي الهجوميه اللي هم كانوا بيعملوها، ما عنديش ادنى مشكله فيها خالص. بس الحته الدفاعيه بتاعت لعيب رقم 6 ما حدش بالثلاثه بيعرفوا يعملوها. كان دونجا في الحته دي بنسبه 85% كان بيقفلها. واختلف بقى معاه في ان هو كان طلوع بالكوره ضعيف والكلام ده كله، انا ما يهمنيش. انا اهم حاجه عندي الحته دي تتقفل. فاحمد ربيع انا شايف ان هو مش قادر يقفل الحته دي. يمكن غياب محمد شحاته مؤثر، مفيش مشكله، بس يعني ان شاء الله يرجع الماتش الجاي. هو يعني الحته دي هتفرق قوي، لازم تتقفل وخصوصا في الماتشات اللي جايه. الحاجه التانيه برضه عند معتمد جمال، طالما انت مضطر انك انت تلاعب عدي طرف شمال، عدي الدباغ هتلاعبه طرف شمال، هو الافضل انه يلعب طرف يمين. بس انا عارف الزنقه وبزيرة المفروض يلعب يمين، والوينجات الشمال اللي عندي الاتنين اصلا مش نافعين. ما في عنديش مشكله خالص، طالما بس هتلاعب عدي طرف شمال، علمه ازاي يقطع على القريبه. لان هو ما بيلعب طرف يمين بيقطع على العارضه الشمال، بيقطع كويس جدا. لما بيلعب شمال ما بيعرفش يقطع على العارضه اليمين خالص، ما بيعرفش يسرق المدافع يطلع قدام منه ياخد الكوره يعمل جون. فلازم تتكلم معاه وتفهمه الحته دي. دول النقطتين، ومش عايز اتكلم في حاجه تانية. عندك الماتش الجاي شباب بلوزداد، فرقه رخمه، فرقه غلسه، فرقه كل همها معاك انها تجيب جون هنا عشان ترجع تطلع معاك باي نتيجه هناك. فالفرقه دي ما ينفعش اولا ما ينفعش انها تجيب فيك جون هنا. ثانيا لازم تكسب. ثالثا وانا بقول لك وافتكر كلامي، ان الفرقه دي مش قويه.